الصباح لقيت بزاف ديال الايميلات والميساجات في الموقع ديالي. هذا الموقع كنت درتو باش الناس تواصل معايا وتصيفط لي الحالات اللي عندها، وانا كنفلتريها وكنعزم منها الحالات اللي مناسبه ليا واللي غادي تكون تجربه مزيانه وتخليني نزيد نطور المهارات ديالي. ولكن هذه المره لقيت واحد الحاله غريبه شويه. شي واحد مصيفط لي بزاف ديال الايميلات ورسائل كتوصف نفس المشكله. بنت عندها 26 عام وعندها اعراض في شكل، صوتها كيتبدل وكتخدم العنف مع الناس اللي معاها بزاف، وشي مرات ما كتبغي لا تاكل ولا تشرب، وبعد المرات فاش كترجع لحالتها الطبيعيه كتقول كلمه واحده: جان. بقيت كنقرا الاعراض وتفاصيل الحاله مزيان وانا كنسول راسي: جان يمكن كتقصد باللي سكنها شي واحد من الجن؟ ممكن يكون مارد، عفريت، ولا يمكن شيطان. وانا كنقرا الحاله حسيت باحساس في شكل، والصوت اسماء ما باغيش يفارقني وهي كتقول: ضروري المامون، ضروري تاخذ لي حقي. واللي في شكل هو ان هذه الحاله اللي كنقرا دابا فيها تشابه كبير مع الحاله ديال اسماء، لا من جهه الاعراض ولا السن. ما ترددتش بزاف واتصلت بالرقم اللي كان في الايميلات والميساجات اللي وصلوني. رد عليا واحد الراجل بين فيه كبير من صوته وشرحت ليه باللي غادي نتكلف بالموضوع وباللي غادي نكون عندهم من هنا ل 40 دقيقه. شكرني بزاف ورحب بيا وقطعت التليفون وجدت راسي وجمعت الشنطه ديالي ومشيت للعنوان اللي قال لي. تسنى قبل ما تكمل، واش عارف هذا الشيء اللي كتقول شحال خطير؟ انت يلاه الليله اللي قبل كان جاتك ازمه هلع، وهذا الشيء حاله اللي كيوصل ليها مريض بالاكتئاب بكميه القلق والضغط اللي كيكون عليه. حالتك غادي وكتكفس المامون وكل نهار اكثر من الاخر. ماشي مهم الازمه اللي قلتي فات. شفت اسماء، شفتها وهضرت معاها. وصاحبي راه حتى حاجه من داك الشيء ما وقعت. انت كنتي كتشوف داك الشيء اللي عقلك باغيه ولا خايف منه، الارواح والاشباح اللي كتقول بلي كتشوفها. انا ما قادرش نتخيل ولا نستوعب بلي هاد الشيء اللي كيوقع اصلا حقيقي. يعني باغي تقول انا كنكذب عليك؟ لا، ماشي هذا هو القصد ديال المامون، ولكن العقل شي حاجه معقده بزاف واكثر من اللي انت كتخيل، وهذا الشيء اللي انت كتعاود عليه. شوف، هذا الشيء اللي كتعاود غيكون بسبب الكبسوله اللي كتاخذ باش ما تبقاش واعي بداك الشيء اللي كتشوف. يعني انت كتقول بعقلك بشي حوايج ما شايفهمش، بمعنى كتهلوس المامون. واش انت فاهم؟ كون هذه الكبسوله كانت حقيقيه كيف ما انت كتقول، فانت كتقتل بها الخلايا ديال دماغك وحده ورا وحده. واجي شنو هاد طاقه الجسم اللي انت كتهضر عليها؟ كون كانت حقيقيه واش انت غادي دير بحالهم ولا كيفاش؟ بحال دوك اللي مسمين راسهم علماء وكيقولوا بلي علم الطاقه ماشي حقيقي ووهموا ما عنده حتى اساس. شوف فين وصلت بيه وهما فين وصلوا، ودابا جاي كتشكك فيا. ماشي هذا هو القصد ديال المامون. انا كنقصد باللي كيف ما كانت الادوات اللي كتستعمل فهي غتكون كتاثر عليك. انا متيقك سيدي ومتيق باللي راها بصح، ولكن اجي نفترض ولو احتمال صغير انها ماشي بصح. انت كتقنع راسك باللي كتاخذ شي حاجه بحال هكا فراها كتدمرك، وهذا الشيء كيعني باللي راها كتاثر عليك بصح وكتمشي برجليك للاكتئاب النفسي. خاصك توقف هذا الشيء اللي كدير المامون. نوقف اللي كندير؟ هذا الشيء اللي كتقول مستحيل. حياتك كامله راس قاصح وكتسمع غير لراسك وصافي. انا كنعاود لك مروان حيت انت اقرب الناس ليا، ماشي باش دير لي تحليل نفسي وتقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش. اسمعني بلا ما تحكم عليا وخليني نكمل هضرتي. الله يرحم ليك الوالدين. واخا السي المامون كمل، وشنو وقع فاش وصلتي تما؟ وصلت للعنوان ونزلت من طوموبيلتي وخديت الشنطه اللي فيها الادوات ديالي اللي نقدر نحتاج. دقيت في الباب وحلت لي واحد السيده اللي عرفت باللي هي ام ياسمين. وغير العلم ياسمين هي الحاله اللي جاي على ودها.
تسنى المامون، سمح لي على المقاطعه ولكن قبل ما تكمل، كيفاش ديك الشنطه وكيفاش دوك الادوات وكيفاش كتكون واجده باللي غادي تحتاجو؟ كتوجدها زعما على اي اساس؟ على حساب الحاله بطبيعه الحال، الا كانت شي بلاصه مهجوره ولا مسكونه بحال عماره المعطي ولا دار السي سمير، ولا شي حاله د المس واللبس كيف ما كيسموها الشيوخ والدجالين، ولا كل حاله وشنو هما الادوات اللي نقدر نحتاج. انا كنخدم بالعلم وهذا هو سلاحي الوحيد والاقوى بطبيعه الحال. ايوا الا انت وصلتي لهاد النتائج كامله، علاش ما تنشرش هاد الشيء اللي انت درتيه والنتائج اللي وصلتي ليها؟ علاش ما تفيدش الناس تانيين وتعرف بهذا المجال العلمي؟ رديت عليه حيت ما كيهمنيش هاد الشيء كامل. شنو الاستفاده سميتي يعرفوها شويه د الكائنات فانيه بحالي؟ شنو الفكره زعما؟ انا كندير هاد الشيء حيت انا باغي نديرو. تقدر تقول باللي كنلقى في هاد الخدمه راسي. ناس كثيره في تاريخ البشريه كامله والمحدود خلاو تاثير على كوكبنا والعالم ديالنا، ولكن باش تخلي تاثير في عوالم تانية فهذا ماشي انجاز، هذا اعجاز. نكمل لك القصه. دخلت للدار وسلمت على الاب ديال ياسمين وشكرني حيت وافقت على حالة بنتهم من بعد الالحاح الكبير ديالهم، وطلبت منهم نبداو نيشان حيت ما كاينش الوقت. رحبوا بالطلب ديالي بزاف حيت باينه بلي عايشين في هذا الكابوس بزاف د الوقت، وطبيعه الحال ما كاينش اللي غادي يقدر يعاونهم قدي. وصلوني للبيت ديال ياسمين ودخلنا كاملين، ولقيت الوالد ديالها كيقول هذا الاستاذ المامونه ياسمين جا باش يعاونك. ردات الوالده ديال ياسمين وقالت ما عرفتش فين كان مخبي لينا هادشي كامل سيدي ربي يهديك بنتي يا رب. ياسمين كانت كتشوف فيا الوقت كامل، حتى فاش كانوا والديها كيهضروا بحالها كانت باغا تقول لي شي حاجه وباسرع وقت. قربت لجيتها ولقيتها كتحرك فمها وباغا تقول شي حاجه. ياسمين كانت مربوطه في الناموسيه من يديها بجوج، وعرفت من الاب ديالها باللي كانوا جابوا شي شيخ من اللي كيقولوا انهم كيفكوا السحر وكيطردوا الشياطين، وقال لك خلى لهم الماء مقرع عليه القران وشي حوايج في شكل انا ما كنعترفش بها، ولكن كيف ما متوقع ما عاونا هادشي كامل بوالو. هادشي اذا ما كانش دمر النفسيه ديالها اكثر وكثر. جا ياسمين ما قادراش تهضر، وانا نقول لها هضري ياسمين شنو باغا تقولي؟ ياسمين ساكته فما محلول وكتشوف فيا وساكته. ياسمين مالك؟ ياسمين بحال وقف عندها الزمن وهي في واحد الحاله ديال الجمود كامله، عينيها ما كانوش كيرمشوا بمره. الوالد ديال ياسمين هضر وقال ياسمين بنتي ياسمين. في ديك اللقطه ياسمين دات واحد الصوت بحال الروح ديالها ما كانتش فيها ورجعات، قتلت النفس ديالها في مره واحده وهي تقول جان. شنو كتقصد باللي ساكنها جن من الجان؟ ما عرفت الصراحه، ولكن اللي شفت هو ان الجسم ديال ياسمين تفرش كامل فوق الناموسيه، وعينيها تقلبوا للفوق ولات بيضه. الجسم ديالها كيتهز وهي كتقول نفس الكلمه ولكن كتقطع، وطبيعه الحال ما حساش براسها. جان 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 جان. مده قصيره وهي توقف من الحركه وسكتات. الوالده ديالها بدات كتبكي كتحاول تفيقها، فكان خاصني ضروري نتدخل وقلت لهم الا ممكن انا عارف نتوما عائلتها وخايفين عليها، هادشي علاش غادي نطلب منكم حاجه وحده، على ود ياسمين وعلى ودكم تسناوني برا في الصالون 4 ساعات بالتمام، ولا ما كانتش 10 دقائق وغنخرج عندكم وياسمين بخير. شويه كنسمع واحد الضحكه كلها شر وصوت ديال راجل كيهضر. شنو الثقه عندك يا دكتور؟ كلنا درنا لعند ياسمين واكتشفنا بلي الصوت جاي منها.
لقيت والديها كيشوفوا فيها وكيشوفوا فيا وعينيهم كلها صدمه وحزن، عارفين بلي دخلت في الحاله. وهي تزيد تكمل: اللي يشوفك ما يقولش بلي فاش حاولتي تعاونها مات. شفت في والديها وقلت لهم: عافاكم، غادي تخليونا بوحدنا 4 ساعه ونخرج لكم بخبر زوين. وهما خارجين لقيت ياسمين كتقول: بابا ماما ما تخليونيش معاه، هذا جاي باش يقتلني يا بابا، خرجوه برا، انا وليت بخير. لقيتهم كيشوفوا فيا وعينيهم كلها دموع، وقبل ما يفكروا في اي قرار غبي قلت لهم: هذه ماشي بنتكم، الكائن اللي كتسمعوا دابا كيحاول يستعطفكم حيت عارف بلي غادي نعاون بنتكم. ما تسمعوش هضرتو باش نقدر نعاونكم ونعاونها، واي حاجه سمعتوها. ويتقاطعني ياسمين من نفس الصوت: اسمعني يا بابا وما تخلينيش معاه، انا بنتك ياسمين وحبيبتك الصغيره، هذا ما غاديش يعاونني، هذا غادي يقتلني يا بابا. وانا نكمل: اي حاجه تسمعوها عندكم تدخلوا حتى نسالي ونخرج عندكم، موافقين ولا نلغي كل شيء ونمشي؟ واذا مشيت كونوا متاكدين باللي حتى واحد ما يقدر يعاونكم. الوالد ديال ياسمين هضر وقال: موافقين، غادي نخليوك معها وربي يجيب الشفاء على يدك. هو يجر مراته وخرجوا بجوج. سديت الباب ومني تاكدت باللي صوت خطاويهم ولا بعيد ومشاو للصاله. شحال التليفون وخدمت واحد التطبيق سميتو حساب باش نعبر القياس ديال البيت. وجبت واحد الجهاز من الشنطه ديالي وحطيته في الجنب ديال البيت بعيد عليا وعلى ياسمين. وهو ينطق نفس الصوت من ياسمين وقال: مالك السي الدكتور، صوتك مسموع في الدار كامله، انا جالسه كنتسناك. شفت فيها ورجعت قديت الجهاز اللي جبت على التردد اللي متناسب مع مساحه الغرفه واللي حسبت من قبل. وهي تعاود تقول لي: باقي ما غاديش تجي خلاص. عاود درت عندها وشفت فيها وهي تبدا تضحك وكملات: مالك يا دكتور، حشمان مني ولا شنو؟ قرب ما تخافش. حليت الشنطه ديالي وجبت الدفتر والستيلو وهي تقول لي: هكذاك قرب ما تخافش، بيني وبينك هاد ياسمين ما نقولكش، انا عارف الجسم اللي انا فيه وجيت عليك باش تعيش مع راسك. وهي تغمزني وكملات: وانا عارفك يا دكتور، عارفك كتعاني، شحال من عام دابا من نهار باش مات مراتك، شحال تيقني ما بقيتش عاقله بقوه الكثره ديالهم. وهي تعاود دير نفس الضحكه اللي كلها شر واستفزاز. نزلت عيني وكتبت في الدفتر ديالي: ما بقيتش عاقله، اذا كنهضر مع جن انثى وخا الصوت ديالها قاصح شويه. الجن فاش كيبغيو يهضروا براحتهم ما كيهضروش بصفه الشخص اللي ساكنينه، واخا يكون مرا راجل ولا دري صغير، لا كيهضر بالصفه ديالو هو. تاني حاجه كتبتها مفكراني مزيان وعارفاني جاي لانها عارفه الماضي ديالي. هضرت وقلت لها: ما ناخذوش راحتنا ونهضروا نيشان وتعرفيني على راسك، حيت كنشوف باللي راك عارفاني ولكن انا ما كنعرفكش. ما كتعرفنيش؟ كيفاش ما كتعرفنيش؟ ركز شويه الدكتور، ركز وتفكر مزيان، صافي دغيا قدرتي تنسى. حالتي تبدلات من الوقت اللي كانت بدات فيه سميت مراتي، ولكن حاولت ما نبينش. ولكن هذا الاصرار ديال تجبد الموضوع اكثر من مره كيبين باللي عندها علاقه بالموضوع. شنو باغا تقولي؟ شنو علاقه مراتي بالموضوع؟ انا جاي هنا على ود ياسمين، وهاد الفعل ديالكم انا عارفه مزيان، بغينا نساليو هادشي دغيا. فعيل ديالنا اودي يا دكتور انت والله تمسكين، ماشي حتى تعرف بعدا معاهم كتهضر، وديك الساعه عاد تهضر بهاد الثقه كامله. واصلا انت اكثر واحد عارف بلي ما غاديش تقدر تخرجني، لانك كنتي تقدر ما كنتيش غادي تخليها تتعذب حتى ضاعت منك، وهذا الشيء كامل بسببك.
ما خرجتينيش علاش ديك الساعه دكتور؟ انتي اللي انا اللي تفكرتيني ولا باقي خاص نفكرك؟ الاحساس بالقلق تزاد عندي كثر، وخايف نمشي ندخل في وحده من الحالات ديال نوبه الهلع اللي جاتني من قبل. تبت راسي شويه وتحكمت في اعصابي، نزلت نجبد شي حاجه من الشنطه، وفي ديك اللحظه وفي اخيب توقيت رجع لي داك الصوت اللي كان في راسي بواحد الضحكه كل شر كيقول: شنو عاوتاني باغي دير؟ ياك جربتي من قبل كلشي وحتى حاجه ما صدقات؟ جربتي السحر والدجال وجربتي حتى العلم والو، ديتيها للفقهاء والشيوخ ودكاتره وحتى شي واحد ما قدر يعاونك. شوف شنو درتي ليها. الرؤيه عندي بدات كتشوش، وبحال البيت اللي انا فيه كيتبدل. ياسمين ما بقاتش بحال ولات في بلاصتها. اسماء بحال شي ملك قدامي عاوتاني، وانا لابس بحال شي كوستيم وهز في يدي شنطه، ماشي هاد اللي عندي دابا ولكن شنطه قديمه ديالي، وحس براسي بحال في دارنا. اسماء حلات عينيها وكتشوف فيا وكتقول: جيتي يا حبيبي على سلامتك. رديت عليها: الله يسلمك يا حياتي. ردات عليا: توحشك وجاتك تعطل بلا ما تقول لي والو، ونبقى مشوشه عليك الوقت كامل، واش معقول؟ قلت ليها: لا ما معقولش لالا، وعنقتها. اسماء كانت حياتي، ومن نهار دخلت ليها بدلتها كامله، وبدلتني حتى انا معها. شويه بديت كنحس بالشده ديالي كتخفاف، ولكن اسماء اللي كانت كتلاشى عاوتاني. البصر اللي انا فيها وكلشي بحال بدا كيتبدل، وكنشوف اسماء قدامي فوق الناموسيه كتغوت وكتهز من بلاصتها وعينيها كيتقلبوا، حتى صوتها كيتبدل وكتضحك ضحكات كلهم شر وكتقول: انا خديت روحها والوقت باقي جاي وغادي ناخذ روحك حتى انت. وكتكمل بنفس الضحكه. دخلت في واحد الحاله في شكل وبقيت كنهضر مع راسي، وفي نفس الوقت بحال كنتخنق. علاش كنشوف هذا الشيء؟ علاش كلشي كيتبدل كل شويه؟ وهاد المره كنشوف اسماء وواحد الفقيه كيقرا عليها، كتبدل الصوره عاوتاني، وكنشوف اسماء مع واحد الطبيب نفسي مشهور وكيحاول يهضر معاه وما كيعرفش. الصوره كتبدل مره ثالثه، اسماء كتعذب وكتشد في يدي وهي متاسفه على الحاله ديالها وعلى حالتي وانا ما قادرش نعاونها، وكتقول لي: المامون، انا خايفه المامون. وكنواسيها وكنقول لها: ان شاء الله غادي نلقاو حل، ودوري ما يكون غير الخير حياتي، غادي تولي بخير وغادي نولدوا وليداتنا كيف ما كنتي كتحلمي، وغنعيشوا بجوج ونشرفوا بجوج. نفسها بحال كيتحبس ولا شي واحد اللي كيخنقها. شاقات بالجهد وكنحاول نقادها باش تتنفس حسن. كنشوف وجهها وكتبان لي ضحكه ترسمات على وجهها. كان هذا اغرب وقت تشوف انسان كيضحك فيه، هو كياخذ اخر نفس ديالو في هذه الحياه. واش متخيل؟ انا شفت مراتي وهي كتضحك وكتخنق، وفي نفس الوقت كتشوف فيه شوفه كل حقد اللي ما عمري شفت شي حاجه بحال هكا من جهتها. تخيل ان هذه تكون اخر ذكرى عندك لشخص كتبغيه الاقصى حد. الصوت اللي في دماغي رجع وكيقول: شنو المعمول؟ غادي تخليها تموت؟ تخليها اسماء تعيش نفس المصير ديال مراتك؟ كنسد ودني وكنقول ليه: اسكت ما تهدرش. وكنسمع كتشوف الجثه ديالها، هذا هو المصير ديالها فاش بغيتي تعاونها. كنرد عليه: لا ما غاديش يوقع لها بحال هادشي. ديك الساعه ما كنت قادر ندير والو، ولكن دابا ما غاديش نخليها. كنسمع واحد ضحكه والصوت كيقول عاوتاني نفس الكلمه: ما غاديش تخليها؟ واش ما بانش ليك كتعاود نفس الماضي ديالك عاوتاني؟ غتبقى ديما بحال هكا، ما كتعرف دير والو وممكن نخمل الفوق. رديت عليه: غادي ناخذ ليها حقها، لازم ناخذ ليها حقها، وهذا هو وقت الحساب. ياسمين عاونينا يا ياسمين، انا عارفك سامعاني. تفكري ماماك، انا عارفك كتبغيها وكتخافي عليها. شفتها كيفاش كانت كتشوف فيك وقلبها مقهور عليك يا ياسمين.
تقدر تمشي فيها لو وقعت لك شي حاجه ياسمين. الصوت كيجاوبني صافي هادشي اللي عندك ما تقول. والله حتى راك تشاف. كنت عارف باللي ما تبدل فيك والو. ما تسوقتش ليه وانا كنكمل. ياسمين عاونيني، انت قلتي جان، شرحي لي اكثر، عاونيني. جان اين نوع؟ قولي لي اي حاجه ياسمين، وعلى ود والديك اللي ما يقدروش يعيشوا بلا بك. ياسمين كتحاول تنطق وكتقول نفس الكلمه جان. كنحاول نزيد نشجعها وكنقول لها كملي ياسمين كملي. كتحاول تنطق وكتقول سميتي جوجان. البيت بدات كتهزو لنا موسيقى كتمشي على اليمين وعلى اليسار بحال شي زلزال، ولكن انا متاكد هذا الشيء واقع غير في البيت. كتحس بالحيط غيطيح، ولكن ما كانش شي حاجه تقدر تطيح وتهرس، حيت كانوا حيدوا اي حاجه ممكن تاذي ياسمين بها راسها. حاولت نتمالك اعصابي ونحافظ على الثبات ديالي. جبت السماعات ديالي من الشنطه، درتها في ودني وخدمت الموسيقى اللي كتعجبني. دخلت يدي في جيبي وضغطت على التيليكوموند اللي كنت مخبي. الجهاز اللي كنت حاط في الجنب ديال البيت خدم، واللي كنت ضبطته من قبل على حساب الحجم ديال البيت. الجهاز كان كيبث موجات من نوع تيتا، واللي كتطلق مجال مغناطيسي كبير وتقدر تشل الحواس وخصوصا السمع. كتعرف القنبله ديال الفلاش اللي كيستعملوها العسكر؟ فهاد الموجات كدير نفس الحاجه. بالزربه بديت كنكتب في الورقه توجان. قلت لك انا كنستعمل غير العلم باش نواجه هاد الكائنات، وهذا هو الدور ديال علم الافاق. هاد العلم هو اللي غادي يعاونني دابا، وخصوصا ملي عرفت التسميه ديال الجن اللي في ياسمين. بواحد الحسبه حافظها مزيان وعندي فيها خبره كبيره، بديت كنحل المساله اللي ما عنديش ليها وقت كتير. تاثير الجهاز ما كيفوتش 2 دقائق. بقيت كنجمع في الحروف وكنحول الارقام وكنحاول نوصل للاسم المضاد لسميت توجان. كنكتب والوقت كيدوز بالزربه. كنقول مع راسي تكالما المامون وركز. صوت الجن كيضحك وكيقول لي واش انت ما كتعياش وباغي تضيع حتى هاد البنت مسكينه؟ فهمت بلي كيحاول ياثر عليا باش ما نقدرش نكمل هاد الشيء. ما خليتوش ياثر عليا وانا كنكمل الحساب ديالي. جيم باء الف راء جبار. اسم الله الجبار. العدد ديالو 206. بديت كنجمع الارقام في 6 المربعات، ومن اليسار بديت كنكتب 50 28 26 وتحتها 33 65 102 وتحتهم 115 13 78. الوقت سالا والتاثير ديال الجهاز ما بقاش. ما كنتش حاسس بالوقت. ياسمين كانت فكات الحبال باش كانت مشدوده وكتبان لي مخرجه عينها فيا وطايره في السماء وكتخوت. شي حاجه اللي حطني حتى تخبطت مع الباب. ما كانش عندي وقت باش نستوعب الصدمه. كنغوت وكنقول للناس اللي برا ما تخافوش، وحتى واحد ما يدخل وعندكم شي واحد يحل الباب. كنسحب في الارض باش نوصل للشنطه ونجبد اخر حاجه محتاج. الحجر رميتو واحد 2 متر قدامي، وياسمين طايره الفوق وجايه لجهتي وهي كتغوت. دورت الدفتر اللي كنت كنكتب وكنرسم فيه الجدول وحطيته قدام عينيها قبل ما توصل ليا، وغوت لاول مره بصوتها وبالجهد توكان. الحجره بدات كتوهج وتوجان ولا نقولوا ياسمين بدات كتغوت، والدخان كحل كيخرج من فمها، والحجره كتمص داك الدخان. وقبل ما تطيح ياسمين في الارض جريت عندها وشديتها. سكات في البيت. حطيت ياسمين على الناموسيه وهي ما واعياش بشنو واقع، وغالبا سخفات. مشيت هزيت الحجره ودرتها في البواطه ديالها وخشيتها في الشنطه. خرجت من البيت وطمنت عائلتها وقلت لهم باللي خاصها دابا شي طبيب اللي يشوف حالتها ويتبع معها حتى ترجع صحتها كيف ما كانت من قبل. وقبل ما يقولوا اي حاجه ولا يحاولوا يشكروني، خرجت بالزربه وركبت في طوموبيلتي ومشيت للبلاصه اللي خاص نكون فيها دابا. تسنى ما بقيتش فاهم والو. زربتي عليا دقه واحده وما شرحتيش ليا. شنو اللي ما فهمتيش؟
داك الجهاز اللي كيطلع دوك الموجات. موجات ثيتا. هاد الموجات المهمه ديالها باختصار هي تشتت اي طاقه في المكان، وفي هاد الحاله هي شتتات طاقه الجن وخلاتو ما قادر لا يشوف ولا يسمع ونقدر نغفلو. وهذا الشيء يعطاني الوقت باش نكتب الوفق، واللي هو ارقام كتستعمل باش تحبس الجن مع اسم من اسماء الله، واسم الله هو اللي كتحتاج باش دير الوفق على اساسه. نقدر نقول لك بحال حولت اسم الجبار بواحد الحسبه اللي ما نقدرش نشرحها لك وما نبغيش شي واحد ثاني يعرفها، كافي انني فاهمه وكنخدم بها. واسم الجبار في حالتنا كان هو اللي غادي تستعمل باش نحبس اسم توجان، والوفق كيتستعمل باش نفصل بين طاقه الجن والطاقه ديال ياسمين، بمعنى انه يخرج منها. ومن بعد استعملت الحجر الرمادي باش نحبسو فيها. وعلاش حبستيها؟ علاش ما خليتيهاش تخرج وتحرقها؟ ما كاينش شي حاجه سميتها تحرق الجن، هذا مصطلح غلط. واصلا من فوقاش النار كتحرق النار؟ الجن كيتمنع ولا كيتحبس؟ نكمل لك شنو وقع. ركبت في طوموبيلتي وشديت الطريق برا المدينه، واحد البلاصه اللي حتى هي ما نقدرش نقول لك معلومات كثر عليها، ارض في الخلا اللي حتى واحد ما كيوصلها. حطيت الطوموبيلتي بعيد شويه وتمشيت على رجلي، وهز معايا الشنطه ديالي وفاس باش نحفر. فاش وصلت للعلامه اللي عارف غير انا بوحدي بديت كنحفر حتى الفاس ضرب في حديده. حيت التراب اللي كان في الجناب تبان شد ديال الباب من الحديد، حليته دخلت وسديته من ورايا. شعلت البيل اللي عندي وبديت نازل. كانوا دريجات قلال اللي كينزلوك باش تكمل في واحد النفق صغير. مشيت فيه وانا حاني ظهري حتى وصلت لفين كاين الضو وانا نشعلو، وهي تبان قدامي الابواب الخمسه كانت كلها ديال الحديد، 4 منهم مسدوده ومحفور عليهم ارقام. كل رقم كيعني الوفق اللي كيحبس الجن اللي وسطو. باب لجن عماره المعطي، باب لجن قصر شامبليون، وباب لجن قصر البارون، وباب لجن فيلا المعموره. هادو كانوا اصعب الجنون، وهادو هما البلايص فين تلاقيتهم، وهما دابا مشرفين عندي هنا في المختبر الصغير ديالي واللي مسميه جحيم الجن في الارض. الجحيم اللي داير فيه باب خاص بالجن اللي كان السبب في موت اسماء. يا قلت لك جا وقت الحساب. جبت الحجره ودخلت من الباب اللي محلول، حطيت الحجره لداخل واللي كان كيبان فيها بحال الخيال كيتحرك وكيدير انعكاس في شكل. شفت فيه وقلت دابا جات نوبتك باش تودعي العالم ديالك، ومرحبا بك في العالم والجحيم ديال المامون. سديت الباب وجبت بحال حديده اللي كنقدر نحفر بها ونكتب فيها في الباب. كتبت الوفق كيف ما كان عندي في الدفتر، والمعلومه خاصو يكون محفور وباين ماشي غير مكتوب، وهو اللي كيخلي الجن محبوس في البيت. وغير باش نزيدك كنت مركب ميكروفونات في الحيط ومزروعه باش ما يوصلهاش شي مجال كهربائي، حيت كنت محتاجها تشد لي المجال المغناطيسي باش نسمع صوتهم. من بعد ما ساليت مشيت للطبله وشعلت الكمبيوتر وحليت البرنامج باش خدام. درت الغرفه رقم 5 وضغطت على ابداء. تطلق واحد المجال مغناطيسي قوي بزاف في البيت. حطيت السماعه في ودني واللي كانت كتسمع الصوت ديال الميكروفونات اللي لداخل، حتى سمعت الصوت ديال الحجره وهي كتفرقع. العلم اللي وصلت ليه هو اللي خلاني نتقن هذا الشيء اللي كندير دابا. الحجره ما كانتش هي السجن اللي اخترعت، ولكن بالعلم ديالي قدرت انني نعاود نخرج الجن من الحجر ونحبسوه في بلاصه ثانيه، وهكذا نقدر نعذبهم اكثر. وتوغان اللي كانت السبب في موت اسماء غادي تبقى تعذب هنا حتى نموت، وهذا الشيء يمكن وما غاديش يكون كافي باش يعوضني على شنو ضيعات ليا. دابا جا الوقت باش ناخذ حق اسماء ونخليها ترتاح في قبرها. الخطوه الجايه هي نضغط على الزر الثاني اللي غادي يطلق مجال كهربائي كبر ومعاكس للمجال المغناطيسي، وهذا المجال الكهربائي كان كيخليني نعذبهم بلا ما ندمرهم. كان هذا هو الانتقام ديالي. قبل ما نورك كنسمع صوت الضحك في السماعه. شنو هادشي؟ فرحانه حيت غنعذبها؟
قلت ليها اللي كيضحك الاخر هو اللي كيضحك بزاف، وهي تضحك عاوتاني وقالت لي هادشي علاش كنضحك حيت راك ما فاهمش. درتي الخطه كيف ما هي. وغير باش نعطيك تلميحات اكثر، انا توجان بنت النعمان. لحت السماعه من ودني وميكروفونات بحال كتعطيني واحد الصوت اللي ما قدرتش نستحملو، ولكن الصوت بقى واخا حيدتهم. اكتشفت باللي الصوت في راسي، ما قدرتش نصبر، راسي كان غينفجر. طحت في الارض وما قادر نسمع والو، والشوف كيمشي ليا. كنحس براسي كنفقد الحواس ديالي كامله وما قادر نتحكم في والو. كنغوت وكنتقلب بالجهد. شي حاجه كتوقع ليا ماشي نورمال. ما عرفت شنو وقع حتى كنحل عيني وكنحاول نهضر بالزز، وقلت انا فين؟ ويجاوبني واحد الصوت مزيان اللي فقتي، ما كنتش بغيت نمشي قبل ما تشوفني ونشوفك، ويمكن غادي تكون هذه اخر مره. ما عرفت شنو كيوقع وعلاش ما بقيتش قادر نتحرك. وهو يقول الصوت اللحظه اللي خرج فيها من الجسم ديالك كانت اقوى منك وما قدرتيش تستحمل، وهادشي غير اعراض جانبيه. جاوبني بعدا، مرتاح في البيت ديالي؟ البيت ديالك؟ بدا كيرجع ليا الشوف، كنشوف شكون كيهضر معايا والبلاصه اللي انا فيها هي البيت الخامسه. هو يكمل الصوت المامون، تعذبتي باش تبني لي هاد البلاصه، ولكن حشومه. واش هادي بيت تليق بمقام ملك من ملوك الجان؟ تسنى، نسيت ما عرفتكش عليا. اللي كيهضر معايا الملامح ديالو بدات كتبان، كان كيشبه ليا. لا، كان انا. سولتو انت كيفاش؟ وهو قاطعني وقال لا، راه انا هو انت، كنت معاك الوقت كامل. وانا نقول توجان، فين هي توجان؟ هو يجاوبني توجان صافي الدور ديالها سالا وعرفات تجيبك لهنا، باباك فخور بك يا بنتي. الدور ديالها كان انك تخرجها من ديك البنت وتحبسها وتجيبها حتى لهنا، ومن بعد تستعيني ونخرج منك. وهذا الشيء اللي وقع. وانا نقول ليه شنو بغيتي مني؟ قال لي ما بغيت والو. شنو غادي نبغي منك اصلا؟ انت اللي كتقلب عليا من شحال هادي وما رضيتيش البال بلي انا معاك ديما. وكان كيشير على راسو وانا نقول انت هو؟ ويجاوبني انا هو الصوت اللي كان كيوجهك باش توصل ليا. اللعبه اللي بدات غادي تسالي بالقوانين ديالها المامون. انت عارف شنو مسميك في العالم ديالنا؟ صدقتي معروف عندنا بزاف، وسميتك الخازن، حيت كتحبسوهم وكتلقوهم في بلايص ثانيه بحال مالك خازن النار. ولكن حتى حاجه ما دايمه، ضروري تجرب تكون بلاصتهم وتجرب العذاب ديالهم. رديت عليه انت باغي تدمرني؟ علاش باغيني نموت؟ قال لي بالعكس، انا بغيتك ديما حي، انت كتكملني يا المامون، انت الوجود ديالك مهم. علاش كتسحب؟ باغي نضرك؟ انا باغي نعاونك، باغي نوجهك باش توصل عندي. انت عندك هدف وانا عندي هدف تاني، ودابا مرحبا بك في البيت ديالي ولا اللي صايبتي ليا. قلت ليه لا، هذا ماشي ديالك، هذا ديال توجان اللي دمرت لي حياتي وقتلت لي مراتي. نضحك هو يقول انت باقي ما فهمتي، توجان كانت غير جزء من اللعبه وماشي هي اللي كنتي كتقلب عليها. اللي كنتي كتقلب عليه واقف قدامك دابا وكان ديما معاك. انت اللي بسببك مراتي مات. هو يكمل واش كان كيسحاب لي كيفاش غادي نموت معاه؟ لا ماشي هكذاك،
فاش خرج منها اخر نفس وانت شاد يديها، خرجت منها ولقيت باللي انت احسن بكتر باش نعيش في هذا العالم بكل حريه. ايه المامون، خسرتي كل شيء في هذه اللعبه. خسرتي كل شيء. حاولت نتحرك وفي الاخير قدرت من بعد معاناه كبيره، وبزز لاحيت عليه باش نشدو، وفي نفس اللحظه شير بيدو جيتي وحسيت بحال ضربني الضو وبحال تشليت وطحت في الارض، وهو يقول شتي حتى السلاح اللي اخترعتي باش تاديني بيه كيعذبك انت هاد بلاصتي. صافي ما بقاش الوقت اللي نضيع معك اكثر، وغنخليك هنا وما نقدرش نوعدك باللي غادي تعاود تشوف الشمس. خاصك تفهم وتقبل باللي حتى انت غير جزء من اللعبه المامون، ولكن الدور ديالك سالا. انا دابا عندي افكار كامله، ذكرياتك اسلوبك وحتى صوتك. انا وليت انت دابا، وانت وليتي حتى حاجه. سد الباب وقال انا قلت لك باللي دورك سهله، ولكن غير باش تعرف اللعبه باقي ما سالات. رجعت لي شويه ديال القوه وقدرت نعاود نتحرك. قربت للباب ولقيته مسدود، وانا اصلا مصاوب باش مستحيل يتحل من الداخل. طليت من التقيبات ديال الباب وكيبان لي البيبان بربعه محيده من بلاصتها ومرميه في الارض قدام كل بيت، وكنسمع اصوات ضحك في كل بلاصه. وانا نغوت شنو درتي، وكنسمع صوت خطواته طالعين في الدروج وهو يقول من بعيد مراتك مات وانت غادي تتبعها قريب. دابا شكون باقي؟ من صاحبك مروان، خاص يكون لي حتى هو شي دور معنا في اللعبه. حل الباب اللي في السقف باش يخرج ويكمل، وهذا الشيء قبل التحدي ديالي. وانا كنزيد نغوت نعمان ما تخلينيش هنا، ولكن سد الباب وبقيت كنغوت غير بوحدي. يمكن دابا فهمتي كل شيء، ويمكن شي حوايج اللي صاحبك ما كانش غادي يعاودهم لك. المامون انت، وانا نرد عليه ولا نقدروا نقولوا نعمان اللي كيرد عليه. قول لي بغيتي، جاني انفصام ولا تسطيت، المهم اي حاجه من داكشي اللي كتقول وانت حر تقول وتفهم اللي بغيتي. نعمان نض من بلاصتو وقال دابا انا ساليت التمثيل الدور ديال صاحبك المامون، وكيف ما قلت لك انا عارف عليه بزاف، تصرفاته وشخصيته وافكاره حتى المشاعر المزيفه ديالو. مروان قال لا تسنى المامون ما تمشيش، تسنى نعاونك. نعمان بقى غادي ومروان شاف الكرسي اللي كان جالس فيه المامون نعمان، ولقى الدفتر اللي كان كيعاود ليه عليه، الدفتر اللي ديما مع المامون. نعمان كان غادي يجي الباب وهو يقول باقي في يدك الاختيار، تكمل ولا ما تكملش. مروان كيغوت مامون. نعمان كيخرج من الباب، وقبل ما يمشي في مره ظهر عند مروان وعينيه كلها كحله، ملامحه مبدله وكتخلع، وكيضحك وقال ليه سميتي نعمان خرج والباب تسد وراه.